السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة بنتعرف فيها على حضارة مصر. النهاردة هنتكلم عن معبد إدفو. معبد إدفو أو معبد حورس، وهو معبد بطلمي أو بني في فترة البطالمة. المعبد ده اسمه معبد إدفو، وكلمة إدفو وكرس عليه عبادة الإله حورس اللي هو الإله الصقر. المعبد ده من أكمل المعابد المصرية، يعني بنسبة 98% المعبد ده سليم، وبيدينا فكرة عن تخطيط المعبد في مصر القديمة. واللي احنا شايفينها قدامنا دي واجهة المعبد. بس احنا هنرجع لتاريخ بناء المعبد. المعبد بدأ بناؤه سنة 237 حتى عام 57 قبل الميلاد، يعني حوالي 180 سنة. يبقى كده المعبد ده اتبنى بواسطة حكام مختلفين، مش بواسطة حاكم واحد. المعبد ده كرس لعبادة الإله حورس، وهو إله الصقر، إله المحلي لإدفو. وكلمة إدفو كلمة مصرية قديمة مشتقة من كلمة جيبو. جيبو بمعنى الطعن، القتل يعني. وده ارتباطا بالقصة اللي هي بتاعت طعن حورس للإله ست، اللي هو كان عمه، اللي هو قتل أبوه الإله أوزوريس. كلمة جيبو تطورت إلى أن أصبحت إتبو في فترة المسيحية، ثم أصبحت إدفو في العصر الإسلامي، وأصبح الاسم الدارج لها إدفو. وإدفو ده بمعنى مكان الذي طعن فيه الإله حورس الإله ست، إله الشر. المعبد اكتشف أو أعيد اكتشافه سنة 1860 بواسطة عالم الآثار الفرنسي ماريت 1860. وكان جزء كبير من واجهة المعبد مغطاة بالرديم، وفي طبقات من البيوت اللي كانت مبنية في فترات زمنية مختلفة. الارتفاع الأكثر من 20 متر أمام واجهة المعبد. وأعيد اكتشافه سنة 1860 زي ما احنا اتكلمنا، ولسه في بقايا أو آثار لهذه المنازل. تجرى فيها حفائر لمحاولة إيجاد بعض القطع الأثرية أو الدلائل التي أشارت إلى أن تاريخ المعبد بدأ في عصر، يعني من الممكن أن يكون يعود لعصر الدولة القديمة، ولكن عملية البناء الأخير اللي تمت في العصر البطلمي. وطبعا داخل المعبد هنجد أسماء البطالمة وآخر ملوكهم أو آخر حكامهم الملكة كليوباترا السبعة، اللي هي من أشهر الملوك. المعبد زي ما احنا اتكلمنا هو من أكمل المعابد المصرية. يعني احنا اللي هو التكوين اللي احنا بنشوفه في معبد الكرنك ومعبد الأقصر، اللي هو الصرح وفناء مفتوح به أعمدة أو صفات من الأعمدة، ثم صالة أعمدة أولى، صالة أعمدة ثانية، وفي نهاية المحور الرئيسي نجد قدس الأقداس. قدس الأقداس بتاع معبد إدفو. معبد إدفو له قدسية خاصة، وهو معبد إله حورس. وإحنا عندنا أشكال مختلفة لإله حورس. اللي إحنا بنتكلم عنه حاليا هو حورس إدفو، اللي هو بيمثل مرتدي تاج الوجه القبلي والبحري، التاج المزدوج، وهنجد ليه تماثيل موجودة. الصورة اللي احنا شايفينها حاليا بتبين الرديم اللي موجود حوالين معبد إدفو، اللي هو ارتفاعه في بعض الأحيان بيصل إلى 4 طبقات من المنازل. يعني زي ما هو معتاد إن المباني أو المنازل كانت بتبنى أو المدن وتهدم وتبنى عليها طبقة أخرى، وكل طبقة من المباني دي هتقدر بحوالي 400 سنة. وهنا في 4 طبقات، خاصة في الناحية اليمنى على يمين الداخل لمعبد إدفو، فكل طبقة 400 سنة، فكده يعني حوالي الإجمالي ما يقرب من 1600 سنة. 1600 سنة ولسه البقايا بتاعت البيوت دي موجودة من الطوب اللبن، بالإضافة للسور اللي هو كان بيحيط بالمعبد. ككل المعابد المصرية القديمة ان هي كانت تحاط بالطوب اللبن، سور من الطوب اللبن. والطوب اللبن اللي هو المخلوط بالقش، وده كان بيعمل كحماية للمعابد. وكانت المعابد تزود ب3 أسوار، على فكرة كانت بتمتص مياه الفيضان عشان تحمي الجزء الداخلي بتاع المعبد. ده معبد إدفو، واحنا بنقول عليه ان هو المعبد يمثل جسد الاله ملقى على الارض، وكان يسمى بقدس الاقداس.
وما خارج السور أو ما خارج سور المعبد يسمى الكيوس أو اللي احنا بنقول عليه الفوضى. إذن هذا الجزء جزء خاص، جزء مقدس، ويرمز إلى جسد الإله ملقى على الأرض أو بقعة مقدسة على الأرض كأنها جزء من السماء. طبعا معبد إدفو زي ما احنا عارفين مرتبط بأسطورة حورس وست، وحورس ده كان بيمثل برأس كبش، برأس صقر، وهو كان ابن الإله أوزوريس والإله إيزيس. وطبقا للأسطورة إن الإله أوزوريس كان إله العالم الآخر، والإله ست كان أخوه، ولكن كان هو إله الشر، وكان بيشعر بالغيرة من أخوه، وقرر إن هو يقتل أخوه، وأعد حفلة كبيرة دعا إليها كل الآلهة، وأعد صندوق بنفس حجم الإله أوزوريس، ودعا كل الآلهة أن من يناسبه حجم هذا الصندوق يناسب جسده سوف يعطى، وكان مليء بالذهب والزمرد والأحجار الكريمة وكل الهدايا النفيسة. فعندما ألقى أوزوريس نفسه لكي يرى حجم يناسبه حجم الصندوق أو أغلقه، وقام بقتل أخيه. وبعض الروايات بتقال أنه هو أغرقه في النيل، وبعض الروايات الأخرى يعني تقول أنه قطع إلى 42 جزء، جسد أخوه 42 جزء على عدد الأقاليم المصرية، لأنه قام بدفن كل جزء في مكان مختلف، كل جزء في مكان مختلف. والقصة طبعا بتكمل إن الإله إيزيس لما عرفت الحكاية كانت حزينة جدا، وهي كانت إلهة السحر، وقررت أن هي تجمع أشلاء زوجها وأعادته للحياة. وجدت كل الأجزاء ما عدا الجزء اللي هو الذكري، العضو الذكري، وده كان ألقي في النيل وأكله السمك. لذلك في نوع من السمك كان محرم أكله لأنه قام بأكل العضو الذكري للإله أوزيل. وطبعا هنا المكان ده زي ما حضراتكم شايفين المعبد زي ما احنا بنتكلم، ده المعبد التخطيط بتاعه البلان اللي هو البلون أو الواجهة. بعد كده عندك الفناء المفتوح حوالي 32 عمود بأتيجان مختلفة، ثم صالة الأعمدة الأولى وصالة الأعمدة الثانية، وبعدين في النهاية قدس الأقداس اللي بتحيط بحجرات أو إن احنا بقول مقاصيل الآلهة مختلفة. وداخل قدس الأقداس هنشوف بعد شوية الصورة للريبليكا أو الهاي كوبي اللي عملها مريت لما وجد المركب بتاعة الإله حورس. وعادة قدس الأقداس ده كان مكان مقدس غير مسموح لأي أحد بدخوله، وكان يدخله كبير الكهنة فقط، وكان بتوجد فيه المركب المقدسة وتمثال المصنوع من الذهب الخالص اللي كان بيخص الإله المحلي لهذه المقاطعة. فطبعا ده التخطيط بتاع معبد إدفو، واللي بيدينا صورة واضحة عن المعابد المصرية القديمة والأجزاء اللي هي كانت بتتكون منها. وهنشوف في الشرح بعد شوية الواجهة اللي هي كانت فيها الحوائط النصفية أو حوائط الستاير، ودي كانت بتتعمل قصيرة أكثر من الأعمدة عشان تسمح بدخول الضوء والتهوية، كنوع من الضوء والتهوية للمعابد، خاصة في صالة الأعمدة الأولى، وده هنشوف الشكل بتاعه بعد شوية. وأمام الصرح كان بيوجد زي ما حضراتكم عارفين اللي هو تمثال للإله حورس في شكل طائر مصنوع من حجر الجرانيت الأسود، ويرتدي التاج المزدوج اللي هو تاج مصر العليا والسفلى. وطبعا زي ما احنا شايفين ده صورة أو جزء من التاج بتاع الإله حورس. ودي الحوائط النصفية أو حوائط الستائر اللي كانت بتصل إلى منتصف الأعمدة. طب إيه الغرض منها؟ إن هي ما تكونش كاملة عشان تضيء الجزء الداخلي. هنا الصورة المعتادة للملك يقدم القرابين لأحد الآلهات، ودي من الأشياء المشهورة. صالة الأعمدة الأولى طبعا السقف بتاعها هنلاقي اللون الأسود، وفي كذا تفسير للون الأسود إن هو نتيجة إن الناس بعد نهاية اللي هو الجريك رومان بيريد يعني استخدموا الأماكن دي وعاشوا فيها، وده نتيجة الأنشطة اليومية، طهي الطعام والإنارة وكده، فأصبح باللون الأسود. أو ممكن يكون نتيجة من الخفاش أو تغير اللون اللي كان بيصنع من كبريتات النحاس، اللون الأزرق تفاعل مع الهواء وأصبح لون أسود. صالة الأعمدة بيوجد بيها طبعا غرفتين، واحدة منهم كانت بتخصص كمكتبة شخصية لكبير الكهنة،
والتانية كانت بتخصص للأشياء الثمينة اللي كانت بتستخدم في عملية الاحتفالات. وفي الصالة التانية اللي هو الغرفة اللي بنقول عليها المعمل أو الصيدلية، وده كان موجود على الحوائط بتاعتها شرح لطريقة عمل الزيوت والدواء أو التركيبات الدوائية والعطرية في مصر القديمة اللي كانت بتستخدم في عملية العلاج. عشان كده احنا بنقول عليها غرفة المعمل. ودي طبعا تم ترجمتها بواسطة علماء الآثار الفرنسيين، وكل فيها وصفات دقيقة جدا لعلاج العديد من الأمراض تصل إلى ما أكثر من 400 نوع من الأمراض في مصر القديمة باستخدام الأعشاب والزيوت واللي احنا بنقول عليها الأروما الثيرابي اللي كانت في مصر. وكانت مصر مشتهرة جدا بالعلاج والأطباء المشهورين، وكان إله الطب والشفاء عند المصري القديم واللي هو الإله إمحوتب، اللي هو كان المهندس نفسه اللي بنى الهرم المدرج لزوسر. طبعا احنا شايفين ده نهاية اللي هو الأكس الأول بتاع المعبد. وبعد شوية هنشوف قدس الأقداس اللي لسه في المركب أو صورة اللي هي هاي كوبي الريبليكا بتاعت مركب حورس من المصنوعة من الخشب في المقدمة، ونشوف وشايفين الناموس خلفها كالمضى في التمثال.